النهاردة إن شاء الله هنبدأ أول حلقة في سلسلة Idiom of the Day. هنعرف النهاردة معنى كلمة idiom وبعض الإيديومز المهمة والقصص اللي وراء كل idiom من اللي هقولها النهاردة. يعني إيه idioms؟ هي تعبيرات اصطلاحية في الإنجليزي شكلها غريب ومعناها ملوش علاقة بالكلام. ناخد أول idiom معانا It's raining cats and dogs. المعنى الحرفي الدنيا بتمطر قطط وكلاب، معناها المطر غزير جدا. رقم 2 break a leg، حرفيا اكسر رجلك، المعنى بالتوفيق أو good luck. رقم 3 hit the sack، حرفيا اضرب الكيس، المعنى اذهب للنوم. رقم 4 spill the beans، حرفيا اكشف الفاصوليا، المعنى افشي السر. رقم 5 let the cat out of the bag، حرفيا طلع القطة من الشنطة، المعنى فضح السر. رقم 6 kick the bucket، حرفيا اركل الدلو، المعنى مات. رقم 7 fight the bullet، حرفيا عض الرصاصة، المعنى تحمل الألم أو واجه الموقف الصعب. رقم 8 والأخيرة under the weather، حرفيا تحت الطقس، المعنى مريض أو تعبان. طيب ليه الحاجات دي موجودة؟ الحاجات دي موجودة علشان معظمها جاي من قصص تاريخية قديمة بس محدش عدلها أو حاول يخليها منطقية، فبقت عبارات غريبة جدا لأي حد بيتعلم إنجليزي لأول مرة. طب يلا بينا نشوف بعض القصص وراء العبارات العجيبة دي. هناخد أول واحدة It's raining cats and dogs. القصة هنا إن زمان في أوروبا أسطح البيوت كانت معمولة من القش والقطط والكلاب كانت بتستخبى فوقها، فلما المطر كان بينزل بشدة الحيوانات كانت بتتزحلق وتقع، فبقوا الناس يقولوا إن الدنيا بتمطر قطط وكلاب. طيب رقم 2 break a leg. قصتها إن في عالم المسرح زمان كانوا بيعتقدوا إن لو قلت لحد حظ سعيد الحظ السيء هيجيله، فبقوا يقولوا العكس اكسر رجلك علشان الحظ الكويس يجيله. رقم 3 spill the beans. كان في اليونان القديمة يستخدموا الفاصوليا في التصويت، ولو حد بالغلط كب الفاصوليا النتيجة كانت بتنكشف قبل الوقت المحدد، فبقى معناها فضح السر. رقم 4 let the cat out of the bag. القصة هنا إن في أسواق إنجلترا زمان بعض التجار النصابين كانوا بيبيعوا للمزارعين قطة بدل الخنزير في كيس، فلما المشتري يفتح الكيس يكتشف الخدعة. رقم 5 kick the bucket. كان في زمان نظريتين، واحدة بتقول إن الحيوانات لما كانت بتندبح كانت بتركل الدلو اللي هو الباكت اللي تحته، والتانية بتقول إن بعض الناس اللي كانوا بينتحروا زمان كانوا بيقفوا على دلو ويركلوه علشان يشنقوا نفسهم. رقم 6 bite the bullet. القصة هنا زمان في الحروب لما ما كانش فيه تخدير الأطباء كانوا بيقولوا للجنود يمسكوا رصاصة بأسنانهم علشان يتحملوا الألم أثناء العمليات. رقم 7 under the weather. القصة هنا جت من عالم البحارة، لما حد كان تعبان كانوا بيقولوا له ينزل تحت سطح السفينة تحت الطقس يعني عشان يبعد عن العواصف القوية ويرتاح. رقم 8 hit the sack. القصة زمان إن المراتب كانت عبارة عن أكياس مليانة قش، فكان لما حد ينام يضرب الكيس بمعنى يقع عليه. هناخد واحدة كمان التاسعة caught red-handed. في العصور الوسطى لما حد كان بيتهم بالسرقة أو القتل كان لازم يكون عنده دليل عليه، وأحسن دليل هو إنهم يلاقوا دم على إيده، فبقى اللي يلاقوه متلبس بالجريمة. تحس كده إن كل الجمل طالعة من مواقف عشوائية وكل واحد قال حاجة والدنيا فضلت ماشية كده وبس.